السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد. أول حاجة مننساش نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نشترك في القناة، نفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بدأت عام 1889 في اسكندرية، بيت أحمد عثمان فريد. بيت ده اتحرق ومات في عيلة أحمد عثمان، واللي عاش في البيت ده هو أحمد عثمان. بعد ما اتحرق البيت، أحمد فضل قاعد في البيت رغم إن أحمد غني جدا، ولكن كان البيت بالنسبة لأحمد ذكريات عمره. ومن بعد ما البيت اتحرق ومحدش عارف السبب الحريق ده، قرر أحمد يقعد في البيت، وما كانش معاه حد في البيت غير الغفير عم رجب. وبعدها الغفير قال إن أحمد دخل البيت وقفل على نفسه ومخرجش من البيت إلا بعد 10 أيام. خرج من البيت ومرجعش، وبعد كام يوم عم رجب الغفير عرف إن الباشا أحمد عثمان قتل نفسه. ومن الوقت ده عم رجب الغفير فضل قاعد حارس البيت ومانع أي حد يخش. ولما الناس سألت عم رجب هو ايه اللي بيحصل، ليه اللي بيخش جوه ما بيطلعش، رد عم رجب عليهم اللي بيخش جوه البيت مش هيطلع غير على الموت. وده كده رد عم رجب لأي شخص بيسأله ليه الناس بتحاول تخش البيت. في نفس البيت اللي احنا كنا بنتكلم عليه حصلت حادثة، بس في عام كام 1891. عم رجب الغفير دخل البيت وخرج منه بعد 3 أيام. وبعدها بكام يوم عم رجب الغفير قتل نفسه بنفسه، الطريقة اللي مات بيها أحمد عثمان، واتشنق. وبعدها محدش دخل البيت ده. وبرضو في حادثة كمان حصلت في نفس البيت، بس دي بقى ايه، عام 1895. البيت اتباع لمهندس اسمه كمال عباس في مزاد. والمهندس اشترى البيت وكان عايز يهد البيت، ولكن لما دخل البيت رجع في القرار ده. تعالى نسمع كده حكاية المهندس كمال عباس. أنا المهندس كمال عباس، سني 47 سنة. أنا مهندس معماري. أنا كنت عايش في فرنسا تقريبا نص عمري، ولما رجعت كنت بدور على بيت كبير عشان أنا متجوز وعندي 4 أولاد. فسمعت إن في مزاد على بيت، والبيت ده كان الناس خايفة منه، ولكن أنا بصراحة ما كنتش خايف عشان عارف إن الكلام الناس ده ملهوش قيمة منطقية. فعشان كده خدت البيت وكنت ناوي أهد البيت وأبني بيت جديد. ولكن اللي حصل إني لما كنت رايح أخش البيت لأول مرة ومعيش حد دخل معايا البيت ده، كان البيت شكله مخيف شوية، ولكن ده بسبب إن البيت مقفول بقاله فترة كبيرة. فضلت أبص في البيت عبارة عن دورين. الدور الأول فيه صالة كبيرة و3 غرف، الدور التاني فيه 6 غرف. والبيت فيه حاجات قديمة جدا زي بيانو وكراسي قديمة جدا. وفضلت ماشي في البيت وعمال أبص على كل حاجة فيه. لقيت حاجات غريبة ما كنتش متوقعها. لقيت جثمان إنسان في أول أوضة دخلتها، وأول ما شفت المنظر خفت، ولكن مسكت نفسي وفضلت قاعد شوية. حسيت إن في حد معايا في البيت، وسمعت صوت طفلة بتنادي من الدور التاني. طلعت الدور التاني وفضلت أمشي ورا الصوت. كان الصوت جاي من آخر أوضة في الدور التاني. رحت عند الأوضة دي وفتحتها.
ما لقيتش حد. قفلت الباب بتاع الأوضة وبصيت ورايا، لقيت طفلة واقفة لابسة فستان أبيض، وشها محروق تماما، وفضلت تشرق بصوت عالي جدا. فتحت الأوضة وقفلت الباب على نفسها، ومن بعدها فضلت واقف مش مصدق ايه اللي حصل ده. ولقيت مرة واحدة نار طالعة من الأوضة اللي دخلت فيها الطفلة. حاولت أفتح الباب بدل المرة أكتر من مرة، ولكن الباب مش عايز يفتح. لقيت الطفلة بتصرخ وبتقول الحقوني. لقيت النار عليت جدا ومسكت في الباب. بعدها بثواني قليلة لقيت كل حاجة رجعت زي ما هي. لقيت الباب اللي اتحرق ما اتحرقش. فتحت الأوضة ما لقيتش نار، ولا لقيت أي أثر لأي حد بعدها. وبعد كده سمعت صوت تخبيط في الغرفة في الأوضة اللي بعدها. رحت عند الأوضة التانية فتحتها، لقيت واحد بيقتل واحدة. فضلت أصرخ بصوت عالي وأقول له لا ما تقتلهاش، اقف عندك، ما تقتلهاش. ولكن للأسف قتلها. ولقيت الباب قفل في وشي مرة واحدة. فتحت الباب ما لقيتش أي حاجة في الأوضة. بعدها بكام دقيقة سمعت صوت حد بيزعق. نزلت الدور الأول ما لقيتش حد، ولقيت مراية كبيرة في الصالة وكانت متغطية. نزلت الغطا اللي عليها ولقيت واحدة مشنوقة في المراية. ولقيت الطفلة اللي أنا كنت شايفها فوق، اللي هي المحروقة، ماسكة في إيديها. لقيت الطفلة بتبص ليا بطريقة غريبة، ولقيتها بتشد في الست المشنوقة. ولقيت الست المشنوقة دي اتحركت، ولقيتها فتحت عينيها مرة واحدة. كانت عينيها سودة جدا وكانت مبتسمة. ولقيتها بتشاور على باب البيت بصباعها. بصيت على باب البيت لقيت مكتوب على الباب اطلع برا. جيت ابص على المراية ما لقيتش حد. ببص ورايا لقيت الست المشنوقة مسكتني من رقبتي وفضلت تخنق فيا وانا بحاول ادافع عن نفسي، ولكن هي اقوى مني بكتير. ومن كتر الخوف حسيت اني خلاص هموت، مش قادر اتنفس. غمضت عيني وفتحتها لقيت نفسي واقف قدام المراية. جريت بسرعة من البيت، خرجت منه وقلت لنفسي انا مستحيل اخش البيت ده تاني. وفعلا مشيت وفضلت احاول ابيع البيت ده، معرفتش. مفيش حد راضي يشتري البيت. وفي يوم حلمت ان الست المشنوقة والطفلة اللي معاها عايزين يقتلوني ويقتلوا ولادي. وقمت من النوم خايف. رحت اطمن على ولادي وكنت مرعوب. وبعدها دخلت الحمام ولقيت الطفلة في المراية وبتقولي احنا مش هنسيبك. ولقيت بعدها النور اتقطع.